Audio Jungle. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلموا عن موضوع انا قلت لكم ان انا هعمل فيه سلسله منتجات الشعر. كنا اتكلمنا في فيديو ازاي نعمله حمام زيت كويس جدا للشعر ويطول الشعر ويكثفه ويعالج كمان. النهارده انا هتكلم معاكي على منتجات اقتصاديه. يعني ايه اقتصاديه؟ يعني بسعر قليل جدا جدا جدا، من شامبو وبلسم وحمام زيت وحمام كريم وكمان زيت تصفيف في الشعر. هنتكلم النهارده عن 5 منتجات للشعر بجد تحفه وسعرها رخيص جدا وكمان ما فيهاش اي كيماويات تضرر الشعر. تعالوا نشوفوا ايه اول منتج. طبعا احنا في اي روتين لينا للشعر مهما كان ايه هو، اول حاجه هنحتاجها ان احنا نستخدم شامبو. الشامبو اللي هفضل ارشحه النهارده وبكره والسنه دي والسنه الجايه والشامبو تريزمي. لكم ان انا مش واكلاه او انا بستخدمه، لا ده انا خلصت واحد والتاني وجبت ستوك وفي علبه كمان تانية مفتوحه. بجد انا مش قادره اقول لكم انا بستخدم الشامبو ده بطريقه جنونيه، وغيرته وجبت الوانه كلها. وطبعا طالما جبت الوانه كلها وجربتها لازم هديكم الفايده واقول لكم ايه احسن شامبو فيهم في الالوان دي كلها تجيبوه. الشامبو بتاع تريزمي في منه اكتر من لون، في منه الاخضر وفي منه الاحمر وفي كمان منه الاسود. انا اكتر حاجه عجبتني في الثلاثه هو الاحمر. ليه بقى الاحمر اكتر حاجه عجبتني فيهم؟ لو عايزه تعرفي باقي الفيديو تنزلي دلوقتي اعملي لي لايك وقولي لي ايه رايك فيا وفي القناه بتاعتي، وما تنسيش كمان الاشتراك في القناه. ليه بقى الاحمر احسن فيهم؟ الاحمر مكتوب عليه نعومه وانسيابات الكيراتين. يعني ايه؟ بيخلي الشعر طري قوي، كانك حرفيا عملتي له حمام كريم وانت بتبقي لسه ما عملتوش. بينظف الشعر جدا جدا جدا، وكمان السلفات اللي فيه قليل جدا، مش زي بنزين والحاجات دي، لا بجد قليل جدا، وبيخلي الشعر طري وناعم بطريقه مرعبه، كانه حرفيا عملتي الكيراتين في البيت. الحجم ده حجم 600 ملي. الشامبو والبلسم بتاعه مع بعض بيبقوا ب 105. انا اخر مره جبتهم فيها كان ب 105، مش عارفه دلوقتي حسب ما الفيديو هينزل لكم هيبقى بكام. طبعا الغلاء اللي احنا فيه ده مش قادره اقول لكم كمان على ريحته خطيره. لا خطيره بجد، كانه برفان. ومش ريحته من الروائح الجامده اللي ممكن تتعبك، لا بجد ريحته هاديه وجميله جدا، وهتخلي فعلا ريحه شعرك تحفه. تاني حاجة طبعا احنا بنحب نستخدمها بعد الشامبو وهي البلسم. انا قلت المجموعة دي انا جربتها ياما جدا ولقيت ان البلسم بتاعها تحفة، ولكن في عيب صغير ان البلسم ده صغير قوي، ده 200 ملي بس. في نفس البلسم ده بيتباع ولكن لوحده، بلسم تريزمي الابيض. انا مش عارفه الصراحه ان كان في منه الوان تانية ولا لا، ولكن اللي انا جربته كان الابيض وكان تحفه معايا، وبرده بيسيب الشعر ناعم قوي خطير. وهو والشامبو سوا كان سعرهم 105. تعالوا نشوفوا ريحته. ريحته هاديه وجميله قوي بجد، كانها برفيوم الهادي قوي ده. بجد هيسيب الاتنين مع بعض، ان كان تريزمي الشامبو او البلسم هيسيبوا الشعر ريحته حلوه قوي وكمان نضيف وطري وناعم كمان ومش هيهيش طول اليوم. بجد انصحك بيه. ده بقول لكم حاجه على الشامبو اللي هو تريزمي الاخضر، مكتوب عليه تغذيه وتجديد. انا بالنسبه لي اللي انا شفته منه كان تنظيف، ولكن انا ما عجبنيش زي الاحمر. تعالوا اقول لكم الاحمر مكتوب عليه، انما الاحمر مكتوب عليه نعومه وانسيابيه الكيراتين. فانا بالنسبه لي لو قدامي الاتنين هاخد الاحمر. اتكلمنا عن حمام الزيت في فيديو، دلوقتي اتكلمنا عن الشامبو والبلسم وقلت لكم ايه احسن نوع واحسن لون في الانواع. تعالوا بقى نتكلم عن حمام الكريم. اتكلمنا على البلسم لكن برضو حمام الكريم مفيش غنى عنه. اكتر نوع انا بحبه وبموت فيه وريحته تحفه تحفه تحفه، وعيبه معايا صغير قوي هقوله لكم، وهو الكريم بتاع ويلي. ده شكله كده. الحمام الكريم ده بيسيب الشعر طري بطريقه مرعبه، جميل، ويخلي الشعر ريحته حلوه وثابت وبيقعد معاكي اكتر من يوم، بيديكي الريحه الحلوه. ولكن في عيب صغير ولكن بالنسبه لي انا متعب، لونه اصفر. بصوا انا فاتحه منه حته صغيره، بجد لونه اصفر بيخلي البانيو عندي كله اصفر. فده ممكن عيبه الوحيد بالنسبه لي، ولكن مع الميه ياما كده اللون بيروح. ولكن ريحته انا ما شمتهاش وريحه هفت عليا. ده بقى اللي اقول لكم ريحته قوي ولكن بيسيب الشعر تحفه. ده كان سعره 45 جنيه. ممكن انتوا تاخدوه سكرين شوت، ده انصحكم بيه قوي وهيفرق في شعركم لما تستخدموا الروتين ده، ان كان من الشامبو والحمام الكريم والبلسم. هتشوفوا نتيجه ولا اروع.
شامبو وبلسم وحمام كريم. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا حمام زيت يبقى علاجي، وفاضل لنا كمان اي حاجه للتصفيف. انا كلمتكم في الفيديو بتاع حمام الزيت عن مجموعه روعه 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 فيها كميه زيوت رهيبه، زيتون وخروع وجرجير وتوم وزيت عطري، فيها كميه زيوت تحفه. انبات تلاقي، تنعيم تلاقي، ريحه كويسه تلاقي، بجد هيفرق في الشعر بطريقه تحفه. انا عملت لكم ده فيديو كامل ليه ازاي نستخدمه، هتلاقوه تحت في القناه. انزلوا بس اعملوا الاول سبسكرايب عشان يجيلكم بقيه الروتينات للشعر وبقيه الفيديوهات عن الشعر. هتلاقوا كمان في الفيديوهات اللي انا نزلتها خلاص ونزلت على القناه فيديو حمام الزيت ده، روحوا شوفوه هتلاقوا كل التريكات اللي انا قلتها عليه بالظبط، وهتلاقوا كمان مكوناته كلها وكل زيت من الزيوت اللي فيه بتعمل ايه بالظبط. وكمان ده انا ما كنتش عاملاه جايباه من حد، انا ده كنت عاملاه ده ربع كيلو، كان عامل 50 جنيه. انتوا متخيلين ان علاج ونعومه وفرد وتطويل ب50 جنيه؟ والكميه دي احنا هنستخدمه مره واحده بس كل اسبوع، يعني الكميه دي هتقعد معانا بالميت وبالقليل قوي 6 شهور حسب طبعا طول وكثافه كل شهر. بجد علاجه خطير، انا مش عارفه انتوا ازاي ما تعرفوش كل ده. خلصنا كده، فاضل لنا كده اي حاجه للتصفيف. انا ما عنديش منتج معين هقدر اقوله لك للتصفيف، هقول لك اللي انا بستخدمه وهقول لك اللي انا ناويه استخدمه، ولكن انا لسه ما اعرفش عنه ريفيو كامل، لسه ما جربتوش. في شعر بيليق معاه الكريم، في شعر الزيت. انا من الشعور اللي مش بيليق معايا الكريم خالص وبحب استخدم الزيت. طب ايه الزيت اللي انا بستخدمه ما بيأذيش شعري خالص، بستخدمه كل يوم وتحفه وريحته حلوه جدا وفي كل بيت؟ ده الاهم، زيت جونسون. زيت جونسون ده حبيبي حبيبي. وبرده جربت كل الوانه، جربت الاخضر والبينك واللون ده، اللون ده اكتر لون عجبني، ريحته هاديه وملمسه تحفه. هما يعني بجد غير استخداماته الكتيره اللي ما تتعدش للجسم وللبشره، لا ما يتعدوش، بس للشعر خطير. ناس قليله اللي تعرف ان زيت جونسون بيستخدم على الشعر وهو بجد تحفه. انا مش عارفه انتوا ازاي ما تعرفوش لحد دلوقتي. الناس اللي شعرها بيليق على الزيت تجرب تستخدم زيت جونسون، بجد جميل جدا. والناس اللي شعرها بيليق على الزيت هيبقى اختيار مناسب ان كان من ريحه ولا كتصفيف ولا كنعومه. عايزه بقى اعرفكم ان انا في زيت انا سمعت عنه ان هو كويس جدا، زيت اسمه 7 اويل او ال7 زيوت. زيت تاني اسمه كشكان. نوعين الزيت دول انا عايزه اجربهم ان شاء الله، واعملوا لي سبسكرايب تحت في القناه وانا ان شاء الله هجربهم وهقول لكم ريفيو، لانهم سعرهم مش رخيص خالص، ولكن ان شاء الله انا هجربهم وهقول لكم ايه رايي فيهم. زيت جونسون كان عامل 40 جنيه. بس كده الفيديو بتاعي كده يبقى خلاص. يا رب يبقى عجبكم واستفدتوا بحاجه. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات واعملوا لي لايك حلو زيكم واشتراك في القناه عشان بقيه الفيديوهات يجيلكم. يلا تصبحوا على خير.